مشاهدينا طبعا ما يفوتناش النهارده في مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط فنانه والمذيعه الجميله انجي احمد حلمي. نوجي انت جايه تقولي ايه النهارده؟ انا ممكن اعرف نفسي بكلمه صغيره كده. اطرح عليكم سلامي والسلام بسلام، انجي من اسكندريه المحروسه والشهره مدينه الاحلام، اوزن معاني الزجل واعمل لها انغام، ميزان ما يفرقش حتى ربع ملي جرام، وان قلت حاجة تكون واضحة وسليمة تمام، مش بس بكتب وهو كلام في كلام، بصراحة ما بعرفش اقول اي حاجة بعتبرها حرام، وادي بنات اسكندرية والفن يا همام. قولي انت النهارده جايه تقولي ايه في مهرجان اسكندريه؟ هو انا جايه عشان اشارك في مهرجان اسكندريه ان شاء الله، وان شاء الله انا بعمل برنامج جديد اسمه اسكندريه حبيبتي، فبجهز بقى ان انا ماشي اوكي حصري. وجايه كمان عشان فيلم رحله ملعونه واعوان الشيطان مشاركه فيهم. خلال بقى المهرجان النهارده اسكندريه دول البحر المتوسط، شايفه ان انطلاق الفعاليات من مكتبه اسكندريه ده بيدي معنى لاسكندريه؟ اكيد طبعا. ايه هو؟ هو ان هو يكون في مكتبه اسكندريه في فيو حلو قوي من البحر وكده. وبعدين انا عندي يعني هم ليه في كل حاجه بياخدوا ناس من القاهره، ليه ما بياخدوش حد من اسكندريه خالص؟ عشان القاهره الاكثر شهره. لا اسكندريه فيها ناس حلوه. شايفه ان في فنانين حلوين في اسكندريه؟ ايوه زي كريم المصري كده؟ طبعا. مشاهدينا ننتقل الى كريم المصري الفنان السكندري المعروف. كريم، ايه معنى المهرجان النهارده ان هو ينطلق من مكتبه اسكندريه؟ طبعا ان المهرجان ينطلق من مكتبه اسكندريه ده حاجه جامده جدا بالنسبه لنا، ده تنشيط سياحه، ده اول حاجه. ان هو ينطلق من مركز ثقافه زي مكتبه اسكندريه، من يعتبر من اعظم المكتبات، دي حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا، ويا رب ان شاء الله النهارده اليوم يكون سعيد ان شاء الله. عايز اسالك على فيلم الوسيله، اخراج المخرج المعروف خالد يوسف، ممكن تقول لنا حاجه عن الفيلم؟ هو انا مش هحرق لكم الفيلم قوي، هو الفيلم بطوله دلال عبد العزيز وعمرو واكد، وهو اول بطوله مطلقه ليا. انا طالع الابن الاصغر لدلال عبد العزيز بسبب بعض المشاكل كده طول الفيلم شويه يعني. مشاكل اسكندرانيه دايما وش مشاكل. والله هم مش مشاكل، هو علاقات مشبوهه بقى على مخدرات، حاجات كده شويه يعني. احنا بجد سعداء ان احنا التقينا بيكم النهارده، وشكرا جدا كريم مصري والنوج. مشاهدينا لسه مكملين معاكم لقاءاتنا النهارده، ومعانا المخرج الجميل السكندري فادي نور. ازيك يا فادي؟ اهلا وسهلا بك. تمام الحمد لله. ربنا يخليك. انت اللي منورونا، انت مشرفونا خالص، ربنا يخليك. النهارده المهرجان بيستنى سنه جديده انه بيكرم احياء. ايه رايك في الرساله دي؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا. احنا دايما كنا بنقول يا جماعه يا ريت نكرم الاحياء، لان بنكرم الناس بعد ما بتموت. فاحنا الحمد لله كانت لمسه كانت كويسه جدا ان احنا نكرم استاذ نور الشريف واستاذ والكينج طبعا محمد منير، وهم عايشين، دي حاجه كبيره قوي ليهم. كينج النهارده يعني دمع، دي حاجه كبيره جدا لينا جدا، وكانت حاجه كويسه قوي اللي احنا اتعملت ديت، ويا رب تتكرر في جميع المهرجانات يعني، مش في مهرجان اسكندريه بس. بشكرك جدا. ميرسي، انا سعيد جدا بيك. مشاهدينا لسه مكملين معاكم، ابقوا معنا. الحقيقه مش قادر ابطل تسجيل مع فنانين اسكندريه، كل شويه وانا ماشي اقابل فنان سكندري. معانا الفنان الجميل اللي كلنا طبعا عارفينه، احمد سمير. بنرحب بيك. اهلا بيك. تمام الحمد لله، والله كله تمام. منور بيتك اولا. اهو اسكندريه جميله طول عمرنا. داخلين فيلم باذن الله، بعمل فيلم اسمه اعوان الشيطان. معايا غادة ابراهيم ومعايا منير مكرم ومعايا عبد الحميد سند، وباذن الله هو مهرجان دبي ومهرجان برلين بس، وباذن الله خير ان شاء الله. المهرجان السنه دي استنى سنه جديده، ان هو بيكرم احياء، وان شاء الله هتدوم هذه السنه باذن الله. ايه رايك فيها؟ كويسه جدا، كويسه جدا، يا رب تستمر. والسنه دي كويسه ان الامن كويس جدا، ويعني البلد ابتدت تشتغل. في السنين اللي فاتت كانت بايظه، يعني السنه اللي فاتت عملناها في الرويال توليب عشان الدواعي الامنيه. احمد، انت شايف ان الفن السكندري بدا يخطو خطوات نحو تحقيق الهدف؟ والله هو مركز الحريه الابداع عمل حاجات كويسه جدا السنه دي، وابتدى الموضوع يشتغل يعني. طول لما الامن شغال كويس، طول لما الدنيا بتشتغل بس. الف شكر يا احمد، بشكرك جدا. معاكم معانا المطرب الجميل احمد جمال. بنرحب بحضرتك اولا. اهلا وسهلا بيك. طبعا مش عارف اركز بس مش مشكله. منور اسكندريه. الله يخليك، منورك. جاي تقول ايه مهرجان اسكندريه والمشاركه؟ طبعا مبسوط النهارده ان انا موجود معاكم، ومبسوط المره الثانيه دي مش المره الاولى.
يعني انا جاي اقول يا رب مصر ترجع تاني تستعيد الرياده، وطول عمرنا عارفين ان مصر هي الاولى في الفن سواء في السينما او في المزيكا، فبتمنى يا رب ان احنا نستعيد تاني الصداره ونستعيد الرياده وترجع تاني ايامنا بنجاح المهرجانات سواء مهرجان القاهره او مهرجان اسكندريه. بتمنى يا رب دايما النجاح والتوفيق لكل الفنانين المشاركين. احمد، دي اول مره تحضر فيها مهرجان اسكندريه السينمائي؟ تاني مره، السنه اللي فاتت تاني مره. الحقيقه المهرجان استنى سنه جديده في هذا المهرجان، وانه يكرم احياء. ايه رايك في يكرم احياء؟ طبعا خطوه كبيره جدا، لان ده بيبقى نوع من انواع الدافع المعنوي للفنان، خصوصا الفنانين الكبار اللي لازم نكرمهم على التاريخ الكبير اللي سابوه لنا سواء في السينما او في المزيكا. فانا شايف ان دي خطوه مهمه جدا وخطوه ايجابيه، واتمنى انها تستمر في السنين اللي جايه ان شاء الله. ناس كتير قالت ان انت بتحاول تقدم فن هادف فن مختلف عن الشباب والجيل اللي في سنك، تقول لهم اتمنى ان شاء الله يكون المزيكا بتاعتنا تكون فيها رساله واضحه ورساله كويسه ونخدم الناس بيها. اشكرك جدا احمد، فرصه سعيده جدا. مشاهدينا لسه مكملين مع فنانات اسكندريه وفنانين اسكندريه. بتشرفنا النهارده في مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط الفنانه سمر شاهين. فنانتنا الجميله، انت النهارده جايه تقولي ايه؟ انا النهارده جايه عشان استاذ نور الشريف، اتمنى ان انا اتعلم منه واشتغل معاه، وان شاء الله نتقابل مع بعض في شغل يا ريت. النهارده مهرجان اسكندريه اطلق على الشعار بتاعه السينما وطن. تمام. شايفه ايه من خلال هذا العنوان؟ السينما بتنقل واقع للشارع، وبتنقل موضوعات حقيقيه بتحصل، فلازم نحاول على قد ما نقدر ننقل الواقع بتاعنا من غير اي رتوش، من غير ما نجمله، ونحاول نعالجه. دي اهم حاجه، ان احنا نعالجه، ما نقدمش بس مواضيع او حكايات والناس تقلدها كده وخلاص حتى لو كانت وحشه. نتعلم ونستفاد من اللي احنا بنقدمه. سمر، انت شايفه ان في افلام كتير موجوده في الفتره الاخيره دي بيتظاهروا انهم بيعرضوا مشاكل الشارع وهموم الشارع من خلال المهرجانات والافلام اللي فيها ابتذال، شايفه ان ده ممكن يعالج ازاي في الفتره الجايه؟ لا، هو الحقيقه مصر مش كلها عشوائيات بس، مصر مش كلها مخدرات بس، مصر مش كلها بلطجه بس، في 1000 موضوع وموضوع تطلعه من اي بيئه او اي فئه. مش لازم نبين الصوره الوحشه لمصر، مصر فيها حاجات كتير وحشه، بس احنا نحاول نبين الاحلى عشان يبقى احلى. انت الاحلى دايما، منورانا على شاشتنا، بنشكرك. ربنا يكرمك، ميرسي قوي. مشاهدينا، طول ما احنا ماشيين في المهرجان لازم نقابل فنانين اسكندريين. بنرحب بالفنان الجميل الشاب احمد البحيري. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. النهارده مهرجان اسكندريه الدوره ال30 لدول البحر المتوسط، جاي تقول ايه؟ احنا جايين نقول ان اسكندريه فيها فنانين كتير، وانا الحمد لله يعني بدات بحاجات كويسه جدا مع استاذ كبير استاذ عادل امام. طبعا في تجربه صاحب السعاده. تجربه صاحب السعاده. وطلعت برضو مع استاذ يوسف الشريف في الصياد. كانت تجربه جميله بالنسبه لي، وكانت برضو بدايه كويسه جدا. وطبعا اعمال مع استاذ هشام سليم واستاذ بسمه في اهل اسكندريه برضو كانت تجربه بالنسبه لي كويسه جدا. فانا بقول الحمد لله يعني، وان اسكندريه دايما فيها شباب كويسه جدا وممثلين. سعيد بلقائي بيك احمد، منورت اسكندريه بيتك. مشاهدينا لسه مكملين، ابقوا معنا. فنانك الجميل، انت شايف ان المهرجان السنه دي مختلف؟ انا سعيد بالتجربه باليوم ده جدا، ويكفي ان هو على اسم الاستاذ نور الشريف، وده شرف يعني ان انا احضر في اليوم ده اشاركه اللحظه دي، ويعني اقول له قد ايه احنا كلنا بنحبك، وهو اكيد شاف لحظه ظهوره بس على المسرح عملت ازاي عند الناس. السنه دي المهرجان استنى سنه جديده، بما انك ما حضرتش المهرجانات السابقه، ان هو بيكرم احياء. فايه رايك في الرساله دي؟ ده انا فعلا سمعت كده ان هو دي اول مره يكرم فنان يحيى بينا يعني، فاتمنى ان ده ما يوقفش السنه دي ويبقى موجود كل سنه ان شاء الله. جزيل الشكر لحضرتك، واتمنى ان احنا نشوفك في مهرجانات اخرى في السنوات الاخرى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه اليوم ونهايه افتتاح مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط. هذه كانت تغطيتنا من داخل قاعه المؤتمرات بمكتبه الاسكندريه. لكم تحياتي وفريق العمل، كنت معكم عمرو عاشور.